باشر مباراة برشلونة وريال مدريد. المباراة كأس الملك من مباراتين، ذهاب وإياب. اللعبة راح تكون بالبرنابيو. المباراة الكفة تميل ريال مدريد بسبب الغيابات لعند برشلونة. بيدري، ليفاندوسكي، ديمبلي يأثرون على نادي برشلونة. بس كل هذه الغيابات برشلونة متعودين من أكو غيابات برشلونة يفوز. ملعب برنابيو سهل بالنسبة لنادي برشلونة. النتيجة ريال مدريد أكثر استقرارا، نجومه جاهزين. يمكن عنده مشاكل بالدفاع، إصابة ديفيد ألبا ومندي، وكامافينجا راح يكون يلعب بالدفاع. كامافينجا لعب أكثر مباراة بالدفاع وكان جيد. لكن الآن على برشلونة وعلى لاعبين برشلونة إثبات الذات، اللي هو رافينيا وتوريس، لاعبين جيدين سرعة نوعا ما. بالفترة الأخيرة بدأوا يتحسنون. صح، مباراتين خسارة برشلونة، لو ممكن تخسر مباراة ثالثة، لكن برشلونة كل ما تلعب أمام الريال تكون عندها شخصية حلوة. تقدر رجال ريال مدريد، تقدر تزعل ريال مدريد لا يمر بأفضل حالاته رغم الانتصار 5 على ليفربول، تعادله. تحس أكو عندهم بطء، أحس ضغط المباراة. يعني ريال مدريد ما مرتاح يعني كلاعبين كلياقات ما تهمش تمام. المباراة راح تكون صعبة. متوقعي ريال مدريد يفوز 3-1، لكن من وجهة نظري برشلونة عندها إمكانية قوية، عندها السرعة، يمكن عندها الروح، يمكن الرغبة، يمكن كابي عمل وكل هذه الفرص الضياعة والخسارتين اجتني بسبب هاي المباراة على تشافي وعلى برشلونة يثبتون نفسهم أمام ريال مدريد. ما تكلمت على ريال مدريد كثيرا لأن ريال مدريد فريق قد جاهز نوعا ما.